خالد الغندور يرد على تصريحات مرتضى منصور. رسالة أشرف صبحي لمجلس إدارة الزمالك: عدم تأقلم إمام عاشور، الأهلي هو المتحكم في الكورة المصرية. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم في قناة زملكاوي. عاملين إيه يا جماعة؟ يا رب تكونوا بخير وصحة جيدة. أول موضوع هنتكلم فيه النهاردة: خالد الغندور يرد على تصريحات مرتضى منصور. اتمنى انكم قبل ما اتكلم في هذا الموضوع انكم تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناة عشان اقدر اقدم لكم كل جديد. الغندور يرد على تصريحات مرتضى منصور. اكد الاعلامي خالد الغندور نجم الزمالك السابق والاعلامي بقناة الزمالك الرسمية ان هناك لجنة فنية هي من اختارت المدير الفني الكولومبي اخوان كارلوس المدير الحالي للفريق. وكان مرتضى منصور قد خرج وقال إن مرتضى منصور إن أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة هو من اختار المدير الفني وليس اللجنة الفنية. الغندور رد وقال إن اللجنة هي اللي اختارت المدير الفني الجديد، وهو عكس ما قاله مرتضى منصور. وأكد الغندور إن المدرب الجديد مميز جدا وسيكون إضافة للفريق، وكان هناك عدة اختيارات وتم الاستقرار عليه هو في نهاية المطاف، وطلب بالصبر لأنه هو مدرب مميز وما زال يستكشف اللاعبين. ايه رأيكم انتوا يا جماعة في الموضوع ده؟ يا ريت ترد عليا في التعليقات وتقولوا لي مين اللي اختار المدرب. هل هو اللجنة الفنية ولا أمير مرتضى منصور؟ الموضوع الثاني اللي هنتكلم فيه هو رسالة أشرف صبحي لمجلس إدارة الزمالك. المصري اليوم فيها الصحفي بليغ أبو عايد أشار إلى أن وزارة الشباب والرياضة مصرة على قرار عزل مرتضى منصور، ونبه وهدد مجلس إدارة الزمالك حوالين إذا لم يتخذوا قرار بزوال عضوية مرتضى منصور من مجلس إدارة الزمالك سيستخدم الوزير أشرف صبحي البند رقم 97 من اللائحة المالية التي تحكم الأندية المصرية. هذه اللائحة المالية كان عليها اعتراضات، ولكن تم اعتمادها وتمريرها ونزولها في الجريدة الرسمية، معناها ان هي اصبحت رسمية. واللائحة ديت فيها بند بيسمح لوزير الشباب والرياضة بحل مجلس اي نادي اذا خالف اللوائح او تنفيذ القرارات التي وجهت له الجهة الإدارية المختصة. معناها إيه؟ إن أشرف صبحي هنا وجه رسالة واضحة لمجلس الإدارة الزمالك: تنفيذ قرار المحكمة اللي أنا أرسلته لكم، أو هعمل إيه؟ هحل مجلس الإدارة. ده اللي أشار له بليغ أبو عايد في المصري اليوم. أنا يا جماعة برضو بطلب منكم رأيكم وتكتبوا لي في الكومنتات وتعملوا لايك وتقولي لي إيه رأيكم في الموضوع ده. هل أنت عايز مرتضى منصور يتعزل ولا مرتضى منصور ما يتعزلش ويبقى في مكانه؟ الموضوع الثالث اللي هنتكلم فيه هو بيئة إمام عاشور. اليوم طلع ميتلاند بيان عن طريق المتحدث الرسمي وقال إن موسم إمام عاشور الحالي انتهى بسبب الإصابة هي إيه؟ محدش عارف. الإصابة ديت هتبقى فترة طويلة جدا، وهو فضل إن هو يرجع لمصر. ليه؟ لسببين: إن هو يتابع مع الطبيب المصري، وإنه يتواجد في بيئة آمنة بجوار عائلته. يعني إيه؟ بمعنى بيئة تكون دافئة. إمام عاشور عنده مشكلة نفسية إن هو مش قادر يتلائم في الدنمارك ويتأقلم، لأن التأقلم ده محتاج مجهود كبير جدا وهو مش قادر عليه، ولذلك هو في إحساسي إن هو معرض للبيع أو الرجوع إلى مصر مرة أخرى أو للخليج، سواء بيراميدز أو الأهلي أو الزمالك. وأنا بصراحة ما أتمنالوش إن هو يرجع لمصر تاني. أنا بتمنى إن هو يكمل في الاحتراف بتاعه. الموضوع الأخير اللي هنتكلم فيه وهو الأهلي هو المتحكم في الكرة المصرية. يرى رضا عبد العال إن نادي الأهلي هو المتحكم في الكرة المصرية، مؤكدا أنه يتم تطبيق اللوائح على كافة الأندية المصرية بخلاف الأهلي. الدليل: بمجرد ما خرجت عقوبة كهرباء الأهلي سرب إن هو ممكن ينسحب. قعدوا يدوروا على أي مخرج، وقالوا له
قدم الاستئناف واحنا هنوقف العقوبه، وان العقوبه ديت مش هتحدث الا بعد السوبر المصري. لكن الزمالك ينسحب من مباراه المقصه، يتخصم 3 نقاط وكمان 6 نقاط في اخر الموسم، والجمهور يقتحم مباراه حرس الحدود، يتحسب ان الزمالك خسران رغم انه هو كسب المباراه. وكذلك في مباراه الاتوبيس الشهيره اللائحه اتطبقت، ولكن ده مستحيل يطبق على الاهلي وهو اللي بيتحكم في الكره المصريه، وده مفيش فيها نقاش، الاهلي هو المتحكم في الكره المصريه. الف شكر يا جماعه على الفيديو، واتمنى منكم ان كنتم لو عجبكم الفيديو تعملوا لي لايك وشير وتشتركوا في القناه للي لسه ما اشتركش، وتعملوا لي تعليقات وانا هرد على التعليقات ديت. الف شكر واشوفكم في الفيديو القادم.